قناة إي سبورت 7، قناة الرياضة والترفيه وقصص، وعبر لايك واشتراك ومتابعة. اشترك بالقناة ليصلك كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. بثنائية بنزيما ومالكم، الهلال يستهل مبارياته الودية بالفوز على شوتورم جراتس النمساوي. في محطة جديدة من تحضيراته للموسم، الأهلي يتعادل بهدفين لكلا الفريقين مع رايو آفي البرتغالي. في مباراة الأهداف العشرة، إنجلترا تهزم فرنسا وتحصد برونزية كأس العالم. من ضربة البداية إلى نهائي الحلم، الأرجنتين وإسبانيا يسدلان الستار على مونديال 2026. اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده في حلقه جديده من برنامج دورينا غير. دائما نراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج يظهر لكم الان على الشاشه اللي يسمعون عبر الاثير. اتمنى ان نصحبك في ساعه ونصف باذن الله تعالى تستمتع فيها، ومتابعين اكيد لا يخفى عليكم نهائي الحلم، نهائي مونديال 2026. انتهى الشوط المباراه الاول بالتعادل السلبي ما بين اسبانيا والارجنتين. خلوني ارحب بضيوف في هذه الحلقه الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله علي، اهلا وسهلا فيك. هلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير. بحول الله تعالى نقدم حلقه موندياليه مثل مباراه الارجنتين واسبانيا. لا ما بها مثل مباراه الارجنتين واسبانيا، لا نقول موندياليه. أنا بالنسبه لي يعني لا نتكلم موندياليه. موندياليه اوكي. بندر مشرافي اهلا وسهلا. حياك الله ابو ساره، اهلا وسهلا بالزملاء الموجودين معنا وايضا الساده المشاهدين الكرام. نهائي وشو؟ وتوني بقول لك انه ممل، بس احنا ان شاء الله ما نكون مملين. ان شاء الله ما نكون مملين. عندنا ماجد هود بن جده، حياك الله ابو انمار، اهلا بالصحفي الموثوق اللي نعتز بحضوره دائما وتواجده دائما وبابتسامته دائما بكل تاكيد. الله يحييك يا ابو ساره، امسي عليكم ومسي على زملاء علي وبندر، وان شاء الله زي ما قال علي يا اخوي ان شاء الله تكون حلقه موندياليه ان شاء الله وحلقه محليه كمان. ما نسيت الاضاءه اليوم؟ لا ايه ما نسيتها اليوم. من بدري هذا اول شيء سويته. بسم الله عليك. ابو انمار انا اذا شفت اطلالتك انبسط صراحه، ما شاء الله تبارك الله. الله الجميع ان شاء الله، والله حتى نفس الشعور ترى. اي الله يحفظك ويرعاك ان شاء الله يا ابو انمار. حبيبي يا رب وياك. خليك لانمار واخوانه. طيب خليني ابدا وانطلق معك بندر. انا بالنسبه لي شوط كان ممل، بالنسبه لك وشو؟ شوف، هذه هي طبيعه النهائيات. اليوم تلعب نهائي كاس عالم، اكبر بطوله تقام كل 4 سنوات، فطبيعي التوتر، طبيعي الملل، طبيعي تحس انه الشعور ذا يجيك، بس انه ما تلاحظ النهائي كاس عالم شمس. صح. ما تشعر شوي انه نهائي. صح. ممكن الاجواء، خلينا نقول الطقس شوي ياثر على اللاعبين. بطوله شوي طويله على عدد الايام، السفريات فيها مرهقه، عدد المباريات فيها اكثر، وخلنا نقول نهايه يعني ما ودك انك لما توصل لهذه المرحله انك تفقد اللقب في غمضه عين. هو نهائي من طرف واحد، نعم نهائي من طرف واحد، واعتقد انه ممكن اسبانيا ملاحظ عليها كثير انها منتخب شوي ممل. يعني اللي تابع اسبانيا لما فازت في كاس العالم 2010 4 مباريات الإقصائية كانت 1-0 1-0 1-0 1-0، وكان الهدف هذا ال1-0 هذا يجي الدقيقة 60 وورا، ما يجيبونه قبل. فهم الأسلوب هذا اللي أنا أستحوذ على الكرة عشان ما أخليك تسجل، وفي نفس الوقت أحاول أخليك ترتكب خطأ وأسجل فيك، وبعدها ما بتقدر إنك تجاريني لأني بستحوذ أكثر وأكثر. فهذا اللي انعكس. يعني اللي صراحة صادمني إنه 0 تسديدات، 0 كورنر المنتخب الأرجنتيني. يعني تشعر إنه ما كان موجود في الملعب الشوط الاول، خصوصا في ملعب المنتخب الاسباني ما كان موجود. انا اضم صوتي لصوتك وباخذ راي علي. صحيح تحس ان النهائي المفروض يكون مسائي، ما يكون في نهار، لانه حتى جماليه التصوير، جماليه الاحتفال، جماليه الاضاءات تظهر بشكل افضل بصراحه. الحر نفسه، الاجواء، الطقس. انا مستغرب والله ليش هذا التوقيت، ولكن خلينا نتكلم. هذا ثابت اصلا علشان يمكن احنا نصير عندنا فجريات نصير فرق ساعه تقريبا. حتى ميسي واضح انه قاعد يوزع مجهوده بشكل جدا وافر خلال اللقاء. لا تنسى انه لعب كل المباريات بشكل اساسي، وفي بعضها كمل فيها اشواط اضافيه وعدد دقائق عاليه ومجهود كبير جدا اخر مباراتين، اخر 20 دقيقه. وحتى على الجانب الثاني المنتخب الاسباني اللي توقعت انه ممكن اشوف شيء من يامال في النهائي، اولمو مثلا،
اوزيبال، بس ما شفت هذا الشيء موجود في الملعب. انت شفت؟ شوف يمكن شوط ما كان فيه الا فرصه واحده كانت هدف محقق يعني بنسبه كبيره جدا، اللي هي كره لامين لمال ايه اللي كانت في بدايه المباراه، هي اللي كانت صراحه ممكن كانت تفرق كثير في مجريات المباراه. عدا ذلك كان في استحواذ من منتخب اسبانيا، المنتخب كانت الكره في منتصف الملعب بشكل كبير جدا بدون اي خطوره تذكر على مرمى الفريقين. اسبانيا جالس يحاول انه يستحوذ، وده انه يسجل، الارجنتين متراجع يحاول يلعب على الكره المرتده في مره مرتين، بس ما ركبت معاهم الطريقه والفكره ما ركبت. انا اعتقد ان في مثل هالمباريات عبد الرحمن دائما العبره في الخواتيم، كل صح. منتخب خايف انه يتسجل فيه، كل منتخب يحافظ يقول انا احافظ على مرماي، كل منتخب يملك حارسين ترى ممتازين جدا على المستوى الفردي وحتى على مستوى ضربات الجزاء، فبالنسبه لهم اثنين مو بخايفين لو راحت ركلات جزاء. يعني الارجنتين يقول انا عندي حارس كويس واسبانيا كذلك، لكن اليوم عبد الرحمن لو جينا نشوف منتخب اسبانيا وصوله للنهائي، يمكن الكل ما كان يتوقع ان اسبانيا تكون موجوده في النهائي، لان مستوى منتخب اسبانيا من دور المجموعات من بدايه اول مباراه لهم مع الراس الاخضر والتعادل ومرحله الشكوك الكبيره اللي دخلت المنتخب الاسباني ما كانت اهله انه يوصل الى النهائي. الكل ما كان يحسب حساب المنتخب الاسباني انه يكون موجود، عكس المنتخب الارجنتيني الكل كان يتوقع من دور المجموعات انه يكون موجود، لكن بعد مباراه الراس الاخضر وبعدين مصر دخل الشك كثير في المنتخب الارجنتيني ومرحله وصوله. مباراته مع انجلترا والعوده الكمباك اللي سواها كانت تاريخيه بقياده ميسي. انا اعتقد انك تكون خسران من انجلترا 1-0 وترجع 2-1 في الدقائق الاخيره، هذا دل على تركيز المنتخب الارجنتيني. ليش انا اقول لك التركيز عبد الرحمن؟ التركيز لان مو باول مره يرجع المنتخب الارجنتيني لاجواء المباراه يعني ويرجع ينتصر. صحيح. صارت مع الراس الاخضر، صحيح. صارت معاه في مباراه مصر، والان مع انجلترا. هذه 3 مباريات يكون متاخر ويرجع يسجل، ويسجل متى يا عبد الرحمن؟ يسجل في الاوقات يعني في الاوقات الحساسه، في الاوقات الصعبه، في الاوقات اللي انت تتكلم مع الارجنتين يسجل في اخر الوقت، تتكلم مع انجلترا مع الارجنتين مع مصر وانجلترا مع مصر سجل في اخر الوقت برغم انه خسران 2-0 تعادل 2-2 والهدف الثالث في اللمسه الاخيره. مع انجلترا خسران 1-0 ويرجع. مع الراس الاخضر واجه صعوبه يسجل ويسجلون ويتعادلون، في الاخير يصل الى مرحله الحسم وانه يسجل ويرجع من جديد. انا اعتقد ان مسيره المنتخب الارجنتيني في الوصول للنهائي كانت صعبه جدا جدا جدا، عكس منتخب اسبانيا اللي مباراه فرنسا ترى ما كنا نتوقع للامانه ان يعني بيتجاوز فرنسا بالسهوله اللي احنا شفناها في الملعب. صح. لان منتخب اسبانيا في مباراه فرنسا تحديدا انا اعتقد انه اعطى اشياء مختلفه جدا. اليوم شفنا منتخب اسبانيا داخل المباراه افضل، اجهز، كان ينقص الهدف، مستحوذ على الكره، ارقامه اليوم تتكلم الاستحواذ 65% لاسبانيا مقابل 35 للارجنتين. انا اعتقد انه فارق كبير جدا، لكن المنتخب الارجنتيني بالنسبه له ما يشوف هذا مهم ولا يراه بعين يعني الاعتبار والاهميه. انا مركز، ما يجي في بالي هدف، انا اعرف انه متى اسجل وشلون اسجل وكيف اقدر اخطف المباراه. طيب ماجد وش رايك؟ عبد الرحمن انا اشوف انه شايف المنتخبين في تحفظ بينهم صراحه في وسط الملعب. ممكن اسبانيا متفوقه نسبيا على حسب عدد الفرص المحدود للمنتخب الاسباني، لكن في نفس الوقت انا اشعر انه المنتخب الارجنتيني يريد ان يسير المباراه كما هو الى على اسلوبه هو، الى ممكن يبغى يوصلها اشواط اضافيه او يوصلها حتى ضربات الجزاء، لانه المنتخب الارجنتيني عودنا على انه تسجيل الاهداف في اخر الدقائق من المباراه، بعكس المنتخب الاسباني يحاول جاهدا ان يسجل هدف. لكن انا اتوقعها شوط ثاني ممكن يعني تصل الى اشواط اضافيه او ممكن المنتخب الاسباني يخطف هدف. ما حسيت بندر انه في خشونه هو هذا الارجنتينيين كذا يعني لعبهم يسمونه اجريسيف، يسمونه اجريسيف بالعربي اللي شراسه شرسين في الضغط. يا سلام يا سلام يا ماجد، يعجبني مركز. لا اللغات انا اتكلم. هذا الشيء يعني ينعكس على نفس الفريق نفسه وعلى نفس طبيعه لعب الارجنتينيين يلعبون بالطريقه هذه. ودائما مباريات الارجنتين هي المباريات اللي تلقى فيها اهداف كثير. ترى الارجنتين تلعب لك لعب مفتوح وبرضه هجومي الى حد ما، ولما تبغى تقدر تدافع، فعندهم ذي الشراسه. بس علي قال كلام مره مهم، قال ان المنتخب الارجنتيني، وهذه الجزئيه في النهايه ترى بتنعكس في المباراه نفسها، المنتخب الاسباني صبور، يسجل هدف متاخر عادي ما عنده مشكله، بس منتخب الارجنتين ما يستسلم،
يعني في الادوار الاقصائيه 4 مباريات تكلم عن 11 هدف سجلها، كل ال 11 هدف هذه تقريبا جلها مهمه باستثناء هدف واحد كان هدف اضافي، خلينا نقول هدف زايد عن الحاجه، مباراه سويسرا. 11 هدف هذه 9 منها جت اخر 10 دقائق من 11 هدف في الادوار الاقصائيه. هذا يبين لك قديش الفريق عنده الحضور الذهني، قديش ميسي يوزع مجهوده في المباراه. يعني من الاشياء الغريبه اللي كنت اقراها عن كاس العالم مدى ما خلينا نقول الطاقه اللي يستنفذها ميسي في المباريات. فاجاتني معلومه انه يمشي 25% من المباراه وهو يمشي. صح. الطبيعي انه يكون اقل من هذا الضعف. برضه 63% هو بس عفوا اقل، خلينا نقول ربع الوقت واقف. صح. 63% من المباراه يمشي. اللاعب الطبيعي يمشي 35%. يعني اجل يركض كم 25%؟ ما يركض تقريبا الا شيء بسيط جدا في المباراه، وسبرنتات ما عنده 15 يمكن بالمية ولا يعني اذا شفت ميسي يركض اعرف انه في هدف، في خطوره، نفس الركضه اللي اخذها مباراه 85 قصدك تقريبا 85% هو بين انه واقف ويمشي بس، وال 15% هذه اللي فيها سبرنت، اللي فيها هروله خفيفه، يعني ما في شيء. سبرنتاته في المباراه تقريبا 1.5 كل مباراه، بس هو ما يبذل مجهود، وهذا صح يسمونه الريسك اتاك في كمصطلح في التدريب. انا 39 سنه 39 سنه اوزع مجهودي عشان اصير منتج فرض الملعب على مستوى الكره معاي، لازم اكون هادي بدون كوره، حتى عشان اقرا دفاع الخصم، اوجه زملائي في مساله طلب بس زملائك لازم يعطون 120% من مستواهم. مقدار خلينا نقول الضرر اللي راح يجيك نتيجه نتيجه وجود لاعب لا يدافع، خلينا نقول نسبه وتناسب بمقدار ما ينتج لك هذا اللاعب. يعني صح. لو كان هذا اللاعب يسجل لك اجوال كثيره، لا والله بدافع وبقات. وفي حاجه مختلفه بعد، انه الارجنتينيين تشعر انهم يحبون ميسي اكيد. يعني انا ابغى اجيب البطوله عشان ميسي. صح. قدر. شوف انا اقول لو كل منتخب عنده لاعب مثل ميسي يحبونه ويبونه ويلعبون هاللعب وهالروح عشان ميسي بس، مو عشان شيء ثاني. الدليل على ذلك اليوم الاحتفالات بعد المباريات في غرفه الملابس المنتخب الارجنتيني، دعونا نفعلها لاجل ميسي، انها الاخيره لميسي. يعني ما يتكلمون على الارجنتين ولا يتكلمون على ميسي، لكن حلوه باللغه العربيه. يعني سامعها مترجمه. ما عرفت لغتهم. دعونا نمنح 90 دقيقه اخرى في كاس العالم. لا كمان بندر الضم الى ترجمه. تفضل. باستثناء مباراه انجلترا اللي سجلت فيها الارجنتين هدفين بس. تعال نشوف مباراه الراس الاخضر سجل 3 أهداف. صح. مباراه مصر 3 أهداف. مباراة سويسرا 3 أهداف، 9 أهداف في 3 مباريات مقسمة على 3-3-3. فبالتالي اليوم كمية الأهداف في الأوقات الأخيرة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني أعتقد أنه صار أمر طبيعي. صناعة الهدفين الأخيرة اللي في لا شوف، لا أنا ما أتكلم على مباراة إنجلترا، لكن أتكلم اليوم أنت شوف سلسلة النتائج. اليوم كل النتائج بالنسبة لهم 3-3-3. حتى اليوم الأردن، حتى مباراتهم مع النمسا 2-0، حتى مباراتهم الأولى مع الجزائر 3 19 هدف. شوف بس اليوم ليش؟ لأنه عنده ترى الأرجنتين عندهم قوة كبيرة جدا هجومية. لوتارو مارتينيز مع جوليان الفريز، يعني مهاجمين ترى في أي أندية أوروبا يلعبون بشكل أساسي. بالتالي اليوم فما بالك معاهم ميسي. صح. فالوضع بالنسبة للأرجنتين صراحة قوة كبيرة. عكس إسبانيا، لو جيت أقول لك في اسبانيا في كاس العالم من اللاعب الفارق، ترى ما راح تلقى اللاعب فارق. والله رودري. يعني انا بقول والله اسف، والله رودري. شوف انا بقول لك، انا مستغرب من رودري، بس بقول رودري. طيب رودري، بس انا اتكلم اليوم على خط الهجوم ممتاز. افهمك يا اليوم شوف جوليان الفريز، لوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي، اليوم اي واحد منهم ممكن يسجل. طيب لكن اسبانيا شوف من سجل اهدافها. طيب شوف، ارجع خطوه ورا وتذكر من نجوم المباريات اللي لعبت في الاقصائيات. المباراة الماضية كان نجم المباراة بيدرو بورو الظهيرين. المباراة اللي قبلها كان نجم المباراة ميرينو اللي نزل الشوط الثاني وسجل هدف في آخر دقائق. صح، معروف. المباراة اللي قبلها ممكن تكون رودري. المباراة اللي قبلها كانت مع النمسا دور 32 كان نجم المباراة اويرزبال. فكل مباراة لها نجم، وهذا نفس منتخب اسبانيا اللي انا عارفه في 2010. كل مباراة عندنا نجم، مرة نيستا، مرة فيا، مرة تشافي. بس اليوم سواء هذا لا يمكن التنبؤ فيه. لا بس بورو اليوم تتكلم ظهير يمين، رودري تتكلم محور، ميرون تتكلم محور متقدم. فاليوم انت ما عندك الاطراف اللي مساهمه وتسجل. يعني تتكلم على يامال، اولمو. ولا عندك راس الحربه اللي انت تقول والله انا متى ما ضاقت علي لقيت لي واحد ان يحلها. صح. اليوم بخلاف منتخب انجلترا وفي منتخب فرنسا تشوف هاري كين يسجل باستمرار، تشعر ان هناك في خط هجومي ساكا مع ماركوس راشفورد، بلينغهام. يعني في واحد ولا الكره يتورط. تتكلم على بالدكه في راشفورد وفي توني عندنا في الدوري، هذا في الدكه.
لا فما انا بالك اتكلم اليوم الموجودين في شكل انا أساسي. اتكلم بلينغهام وهاري كين إيه قدام في شكل وساكا. أساسي. اي مبابي، ديمبلي ديمبلي فرنسا. اوليس، فانت تتكلم على عده خيارات هجوميه تتوقع انهم يعني ما في قصدك تبغى اللاعب اللي اذا تورطنا يا جماعه احنا متورطين الحين في نبغى نهجم ما سجلنا نعطيها لاعب ما في لاعب ما في. تقريبا ترى المفروض هذا الدور يقوم فيه لامين يامال. الغريب هذا كله اللي لامين يامال كان ماخذ هذا الدور في برشلونه. صح. يعني برشلونه اذا تورطوا اللعيبه عطها يمين يامال يحلها لك يمين يامال. انا اعتقد ان هذا من اسوء يعني من من أسوأ اسوء البطولات اللي شارك فيها لامين يامال. اصدقكم معلومه ثانيه في اليورو اللي بدع فيه عمره 17 سنه اللي هو قبل تقريبا الصيف الماضي اللي قبله ما سجل هدف واحد وهدف كلنا نذكره اللي كان على المانيا اللي كان ار2 كذا من بعيد. ايه معروف. بس هذا الهدف الوحيد سجل. صح. فيبين صراحه عبد الرحمن انا ماني عارف المنتخب الارجنتيني بعد ميسي كيف حيكون صراحه. يجيهم واحد ثاني يدورون رجل مخلص زي ميسي زي مارادونا. يدورون واحد ثالث. ايه حيجلسون سنين يدورون واحد ثالث. بيطلع لهم واحد ثاني، ما لا يمكن انه يقعدون اللاروخا بدون واحد ثاني. والله صعب. والله ما في شيء واضح. ما في شيء واضح لاعب مثل ميسي، يعني مستويات ميسي صراحه. يعني ميزة غير ما في عادلة. احد ما في احد ما في احد. ميسي ميزه غير عادله في الكوره يعني ما راح يتكرر. شوف كيليان صحيح. شوف كيليان امبابي مع اختلاف الادوار الا ان كاس العالم اليوم اثبت لي ان كيليان امبابي قيمه خارقه. صحيح. بتقول لي علي الان يثبت لك ليه؟ لان الموسم اللي قدمه مع ريال مدريد موسم جدا عادي. بلينغهام الموسم اللي مع ريال مدريد الماضي جدا عادي، لكن اليوم لما اشوف بلينغهام مع منتخب انجلترا في كاس العالم ليش علي؟ مختلف. ليش؟ اليوم لما اشوف كيليان انا اعتقد ان التركيبه في ريال مدريد ما تساعدهم. اليوم التداخل ما بين كيليان امبابي وبلينغهام وفينيسيوس جونيور انا اعتقد ان في خلل كبير، وخليني اكون معك ما هي براكبه. انا اعتقد ان من اشياء يعني من اكثر الاشياء اللي بتكون صعبه على مورينيو في ريال مدريد الموسم القادم هي طريقه تركيبه خط الهجوم لريال مدريد. انا اتفق معك جدا لان فكره صارت سابقه في ريال مدريد على مستوى الجيل جلاكتيكوس. تذكر يا ابو صار انه تجيب نجوم وتبلش فيه. صح. وانا احطك. لا شوف احيانا ريال مدريد في الفتره الذهبيه كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، جاريث بيل، بس ضحى. شوف ضحى بمين؟ يعني بعطيك مثال، كان كاكا جاي، كاكا دكه ما كمل او ما لعب بشكل اساسي، كان بنزيما موجود، بنزيما جلس دكه فتره طويله، كان هيغوين موجود، كان لا انا اتكلم على فتره زيدان، طريقه التعامل مع زيدان حققوا الابطال مرتين وثلاث مرات. بس قلوا النجوم لا بالعكس انا اتكلم على خط الهجوم تحديدا ما بين بس ما في تداخل في الادوار انا اتكلم. ما في بين جارث بيل وما بين كريستيانو وما بين بنزيما. اللهم من بيل بس ضحى وراح يمين. هذا واحد. اثنين، حتى في التكنيك اللاعبين هو مختلف، ترى كل الثلاثه مختلفين عن بعض. صراحه صح. فلذلك انك تشوف كل واحد يغطي على الثاني بنقطه معينه. شوف هو موجود حتى فيها. الحين يعني. ما بين بلينغهام وكيليان امبابي وفينيسيوس ترى كل واحد ادوار مختلفه، صح. مركز مختلف. أكيد. بس مع ذلك صعب انهم يتوافقوا. يا اخي لويس انريكي في فتره من فترات يوم كان مع باريس، yeah. يوم استلم باريس، اول شيء قال لازم نيمار يمشي، صحيح، مبابي يمشي، صحيح، ما ادري عن ميسي ناسي، بس انا قال ميسي يمشي. تخيل اني انا اقول نيمار يمشي اذا تبون بطولات، جنون. ومبابي ونيمار وميسي. تدري من سواها قبله؟ 2009 قبل في الصيف لما تم التوقيع مع بيب جوارديولا مدرب برشلونه، ما انسى الخبر هذا، كان شريط اخباري تحت ما ادري اي قناه، كان يقول بيب جوارديولا لا يريد رونالدينيو وديكو صامويل ايتو. كان وقتها الثلاثي وصامويل ايتو وقتها كان هداف بارع، ورونالدينيو انت كيف مش ديكو نفس الكلام، فانت واضح انك راح تروح للعيبه اقل. طيب خلينا عشان ماجد يشاركنا، صاموليتو اللي بغى يجي الاتحاد. ابغى اتكلم بس على عبد الرحمن. رجال الاتحاد. رجال الاتحاد. عبد الرحمن على برمنغهام. يقول لي برمنغهام عبد الرحمن، انا اشوف انه في انتقادات كثيره عليه يعني صراحه سابقا، لكن كاس العالم هذه البطوله والله اثبت انه صراحه ذات اثر وتاثير في المنتخب الانجليزي. صح. يعني انا والله حتى انا بنفسي تغيرت نظرتي، اللاعب صراحه لاعب عنده امكانيات كبيره جدا، هو اللي شايل المنتخب الانجليزي صراحه. احيانا يكون مقيد يا ماجد، احيانا يكون مقيد. تتذكر الموسم الاول بيلينغهام في ريال مدريد كان يسجل، كان قريب من المرمى، كان يدخل 18، يعني صح. كان عنده دور ثاني مختلف عن الدور اللي شفناه الحين متاخر اكثر. فهذا خلينا نقول ترى بعض اللعيبه لما ما يحس انه نجم الفريق او ما يحس انه نجم الخط اللي هو فيه ما يقدر ينتج لك افضل اداء. جميل. طيب خلني على اساس انه قبل لا تبدا المباراه خلينا نتكلم عن مباراه فرنسا وانجلترا، من اكثر المباريات الممتعه في هذه البطوله حقيقه. قبل لا تبدا المباراه وتصريح اللاعبين، يعني انا قلت المباراه بتصير
يعني يا انها بتصير تأدية فيها واجب. تأدية واجب، وفيها مخالفات كثيره وفيها عصبيه وفيها نرفزه، لان الكل ما يبغى يلعب المباراه. يوم اللي شفتها انا في شوط المباراه الاول كان عظيم 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 جدا لانجلترا، حاجه فوق الخيال، فوق المتوقع. وش الاداء وش من عندكم زي كذا ما علمتونا؟ يعني ليش ما قلتوا لنا من زمان ان المباراه تصير زي كذا؟ يعني الحمد لله كان عندنا لايف فتابعنا المباراه، فتخيل اللي ما تابع المباراه قام ما ثاني ما لهم خلق. بس انا اشوف انها فيها اهتمام. فرنسا عودت في شوط المباراه 10 اهداف ترى في مباراه تحديد المركز الثالث، ترى مو طبيعيه احسها متمرد. بين فرنسا وبين انجلترا. احسه شيء مو شاد، مو طبيعي. شاد اي وواضح ما في التزام من اللعيبه. لو تشوف الاهداف اللي جت لا واهداف كان استمتاع صراحه. كانت هي أظهار مهارات فردية. اشبه بالمباراه الوديه. لا إيه، لا تقدر. لا اسوء. انا بالنسبه لي هذه المباراه هذه المباراه عقاب. تصدق انك عقاب. فجاه قابل مين؟ عقاب للفريقين. ليه؟ اليوم انت يا ايها الفاشلون الخاسرون تعالوا خليكم تلعبون ضد إيه. بعضكم يعني مش ممكن تخليني اجلس بعدين. كل كوره مرتده. اي ما لا أحب هو يقصد فكره، انت قصدك فكره الثالث والرابع، فكره لعبتها فكره سيئه جدا جد. ليش؟ لانك إيه. انت تكون جالس 40 50 يوم معسكر وتكون خسرت اللي انت جاي له الهدف الرئيسي، خسرته في اللحظات الاخيره. تيجي تلعب لي مباراه ثالث ورابع ما لها قيمه بالنسبه للانديه الكبيره، هي لها قيمه بالنسبه للانديه اللي تكون اقل. كرواتيا اتذكر لما فازت احتفلت بعد المباراه، لان هذا الشيء بالنسبه لها ممكن ما يتكرر صح. تاريخيا. بس الانديه الثانيه المنتخبات ترى المفروض الثانية انجلترا تحتفل بعد المباراه. هي اول مره يجيبون ميداليه برونزيه من بعد ما فازوا بالذهبيه. ايه صح. يعني اول ما فالمفروض يحتفلون. يعني توني طلع في الشيء اللقاء اللي زعل عبد الرحمن انه ما لعب كانتي يا اخي، اخر كاس عالم له. طلع ما استدعوه اصلا، إلا كان موجود. موجود في اللاعب الوحيد اللي ما لعب ولا دقيقه غير كانتي. الحراس كانتي. انا ما ادري ليش ديشام صدق انا على بالي ما استدعاه، لا استدعاه. والله انا على بالي انه ما استدعاه. انا تخيل احيانا بالله. تحس في مشكله بينه وبين ديشام لان هو اللاعب الوحيد يا ماجد، وهو شخص انا مستغرب والله، يعني والله شيء مؤسف جدا. يعني لا كانتي انت طب تستدعيه ليش اصلا؟ واضح. يعني انت مباراه تحصيلها يعني الثالث ورابع ما يلعب حتى دقيقه، يعني في مشكله كبيره. واخر كاس عالم يحسب له ترى للتاريخ، ولكن ما صح. انا احس انها صارت يعني في المعسكر، يعني لو صار في مشكله ممكن بعد المباراه، لانه بعدها اللعيبه يلعبوا اللي ما لعبوا لعبهم في اخر مباراه اللي هي كانت انجلترا. اي انا توقعت كذا، يعني شوف بيلعب بس- كل الاحتياط الموجود. هذا طبيعي. بس انا على بالي تصدق وصلت مرحله اني قلت إنه مو موجود. شايف انا قبل ومستدعى، قلت يمكن استبعدوه لان نفس المباراه يعني قبلها صح. قلت وين كانتي؟ يعني كانت اللي كان يعتمد عليه في التصفيات واليورو وفي اليورو، كان اساسي. فما ادري كانت وش الفكره يعني انا اتوقع واليورو اساسي صح. إيه. الشيء الوحيد اللي يخليني اقول الموضوع هذا انه صارت مشكله من قبل المباراه. يمكن يعني ما في تبرير كاس العالم بسيط. كله اصلا. بس مباراة فرنسا والارجنتين فيها ارقام جدا مهمه راح تتسجل في تاريخ كاس العالم. كليان مبابي فرنسا وانجلترا. هذا شلون؟ فرنسا وانجلترا. فرنسا وانجلترا. الارجنتين. انا رايح بالي مع النهايه. أنت من اليوم تتكلم كيليان مبابي. انا اعتقد بات يعني خلاص بيكون هو صاحب الحذاء الذهبي في كاس العالم، هو الهداف التاريخي لكاس العالم. ساكا يسجل هاتريك لاول مره في كاس العالم ضد مين؟ ضد فرنسا. انا اعتقد ان الارقام هذه لا تكثير تدري أرقام، انا تركيز لو جيتك قبل المباراه وقلت لك ساكا بيسجل ثلاثيه وهذا بيلعب وهذا ما راح يلعب وهاري كين يا أخي تصدق ومدري ايش، تقول لي ليه قاعد تلعب من 10 ل 10 اهداف كنت اتمنى والله ايفان توني يسجل. اكيد طبيعي. للامانه كنت اتمنى يعني صراحه انه يسجل، فهي بصمه للدوري السعودي قبل لا تكون ايفان توني. لا عوده ايفان توني للمنتخب الانجليزي واستدعاء المنتخب الانجليزي هي بصمه للدوري السعودي. أكيد. عوده كانتي لفرنسا هي بصمه للدوري السعودي صراحه يعني. صح صحيح. كيليان مبابي شكله النصر يحتاجه يا علي. يا ليت بس ما فيش فلوس. لا انا شايفك علي قاعد تمدح فيه، شكله في مفاوضات ولا حاجه بقى. لا وين في مفاوضات مصدق انت في ذا العمر؟ اسمع بس قل لي بندر. كنت اتكلم عن المباراه الثالث والرابع. العاده مليئه بالاهداف، معدل الاهداف فيها ترى يفوق الاربع اهداف في كل مباراه من ذيك المباريات. صار فيها حدث مهم اللي هو اسرع حدث، فدائما يصير فيها الاحداث الجريئه. صح. اليوم كيليان مبابي سجل هدفين، ممكن يصير هداف التاريخي لكاس العالم في مباراه نسبه انك تسجل فيها عالي جدا، بينما في لعيبه كثر ترى لعبوا هذه المباراه اللي تعتبر بسيطه جدا. فهي صراحه المفروض ان يعاد النظر فيها. طيب شوف من اللاعبين المميزين صراحه اللي قدم كاس عالم جميل ديكلان رايس. صح. منتخب انجلترا صراحه بغض النظر عن هدفه اللي سجله في مرمى المنتخب الفرنسي، لكن قدم بطوله صراحه صح. جدا ممتازه. انا اعتقد ان مع رودري في كاس العالم تحديدا في هالمركز ما يتعدى الثنائيه هذه صراحه. اذا جيت تحط 11 لاعب عادي اختلاف. او 11 مو شرط مراكز. يلا عطنا الاسماء. لا بس ما بقول اسم بتستغرب اني واحد منهم بحطه في كينز.
لا بتستغرب والله. قل. زيكو مصري. صراحه قدم كاس عالم عظيم. كاس عالم. بالنسبه لي ما كان طبيعي. هو زيكو نفسه ما كان طبيعي لانه يجي من الخلف، فما اتوقع ولا بلحظه انه يسجل، فالقاه بالمكان الصح، بالتمركز الصح، بالاداء الصح، بالتسديده الصحيحه، الوديه بعد حافظ المرمى بشكل سواء في الوديه. مو طبيعي ضد البرازيل. سجل يعني هو جاء من قبل البطوله، هو جاي مهيئ مو طبيعي كان صراحه. وبعدين شوف ترى متى جاء، ومتى جاء اخر 5 ايام ترى من كاس العالم. من كاس وزياده على ذلك لعب جناح يمين، لعب جناح يسار، صح. لعب خلف المهاجم. لاعب جديد على المنتخب في وضع جدا مختلف ونقله نوعيه بالنسبه له لحياته ومسيرته، وتجيبه قبل كاس عالم ب15 ايام ويقدم لك هالكاس ويقدم لك هالبطوله. لاعب عظيم جدا. شوبير للامانه قدم والله يا عبد الرحمن صراحه مستوى كبير جدا. منتخب مصر بشكل عام قدم كاس عالم كبير جدا. سكالوني قاعد يشتغل شكله يعني عنده تغييرين يبي يعملها الحين. انا اعتقد ان التغييرين هذه بيكونون الارجنتين كمل 4 تغييرات، لان الارجنتين الى الان لا ثلاثة اذا 2 مع هذا 3. لا 4. مين اللي طلع؟ انا اعتقد ان في تبديل في الاصابه اللي طلع مارتينيز ودخل. لا ما اتكلم عن اوتومندي، لا انا اتوقع ان بين الشوطين ممكن غير واحد، بس انا اتكلم اليوم منتخب مصر صراحه بشكل عام قدم بطوله كاس عالم محترمه جدا بالاضافه الى المنتخب المغربي. طيب قبل لا اطلع عندي فاصل معليش ماجد، بس بتاكد من الارجنتين التغييرات اللي عملها. هو تغيير يطالع لي تغيير واحد الان اوتومندي، يمكن يتحدث بعد شوي معانا ونشوف. تغييرين، هذا التغيير الثاني. عندنا تغييرين في المنتخب الارجنتيني، مو تغيير واحد ترى. طيب الثاني منصور مارتينيز دخل وغونزاليس. دخل باردريس. باريدس دخل بدال باريدس بدال غونزاليس، واوتومندي بدال مارتينيز. طيب بطلع الى فاصل قصير وبعد الفاصل مستمعينا براثير جدة اف ام. خلونا نذكركم بنتيجة مواجهة الأرجنتين وإسبانيا، جزء نتيجة سلبية بلا أهداف. تظل الأمور على ما هي عليه. شوط المباراة الأول هو يعني بصراحة تطبيق عملي لشوط المباراة الثاني وانطلاقتها الآن بسيطرة إسبانية لكن بدون فعالية على مرمى المنتخب الأرجنتيني. في تراجع أرجنتيني كبير جدا. ما ادري الارجنتين تلعب على التحولات اساسا. الارجنتين قاعد تلعب على التحولات طول فتره البطوله بندر ولا لا ما اطلاقا. مو شوف الارجنتين عندها نمط في الاهداف، عندها نمطين خلينا نقول ثابته. على المرتدات هو جزء من الانماط اللي سجلوا فيها، بالذات الهدف الثالث على مصر والهدف الثالث على سويسرا. لكن الانماط الثابته هي الركنيات اللي سجلوا منها 4 أهداف من اصل 19 هدف، وايضا فكره العرضيه اللي تجي مقوسه في لحظه يدخل فيها لعيبه الوسط يزيدون الامام. صح. عشان ما تقدر تمسكني انا كلاعب وانا ماني طويل. ليش كان الارجنتينيين يضربون بالراس ضد منتخب عملاق زي انجلترا؟ انه كانوا يدخلون من وراء من الخلف، يجون مهاجمين المساحه. فهذا هي النمطين الثابته. صح. يا اخي عندهم ماجد تحس ان عندهم صبر مو طبيعي الارجنتين. لا عبد الرحمن انا شايف الارجنتينيين زادوا العيار شويه في الشراسه. اللي شفت لقطه كده صح صراحه يعني يبغوا يسيروا المباراه زي ما قلنا. لكن انا لفتني صراحه البطوله هذه كمان من المنتخب الاسباني لابورت لاعب النصر السابق. صراحه مقدم مستويات صح صراحه متميزه جدا. ماجد ايش رايك في اولمو؟ اولمو ممتاز. طيب بعطيك معلومه جدا ممتاز. بعطيك معلومه. دي لافونتي محظوظ جدا في اليوروس الماضيه. كان يلعب فابين رويز ورودري وبيدري، 3 ذولي خط وسط. بيدري يلعب في مركز ما هو مركزه صانع لعب بدال اولمو. اصيب بيدري، طبعا كل ما دخل اولمو بدال بيدري سجل. كل ما دخل سجل. اصيب بيدري في دور الثمن النهائي او ربع النهائي ضد المنتخب الالماني بدايه المباراه. لما انصاب اكمل البطوله اولمو، صار هداف البطوله وهو اللي ساهم بكل شيء. فاحيانا بعض الاصابات او بعض مصايب قوم او ما تجي مصايب قوم بس لافونتي يتكلم استخدام العدد من اللاعبين. احس في ثبات في التشكيل على هو بس التبديل اللي بعمله. بيدري كان يلعب اساسي بدال فابين رويز، والان رجع يلعب فابين بدال بيدري. بس تقريبا ما يحب يبدل كثير. حتى رودري كلاعب كان في شكوك كونه يمديه يلعب اساسي بهذا الرتم العالي او لا، لكن اعطانا انطباع انه قادر. اولمو لي وجهه نظر تجاهه. مو باللاعب اللي يصنع لك فارق. لاعب مكمل للمجموعه، متى ما كانت المجموعه ممتازه بيكون ممتاز معاهم ويسجل ويصنع. لكن لاعب ممكن يشيل منتخب الحاله
او نادي الحاله، انا اعتقد انها صعبه كثير عليه، يعني كلمة ما ذي صعبة فضفاضة ذي. لامين يامال ما يشيل المنتخب يا علي. لا اعطيني بس اعطيني معنى هذه الكلمة عشان نحللها يا اخي بلينغهام في كاس العالم شايل منتخب انجلترا، إيه بس ما- كيليان امبابي شايل منتخب فرنسا، تبغى لاعب ميسي فارق. شايل الارجنتين. لا اولمو وين حط في هذه الخانة؟ لا انا اتكلم في المركز اللي هو يلعب فيه، مركز. طيب لامين يامال يا علي، لامين يامال بطلب مو شايل لامين المنتخب يامال. الإسباني. شوف لامين انا ما جبت طاري، لان إيه أنا هو- بالنسبه لي انا اشوف لامين هذا يامال. اسلوب لعبهم هو لا المنتخب انا اشوف الإسباني. لامين يامال يعني في كاس العالم تحديدا، وفي الراي العام الاغلب له معطينا اكبر من حجمه بزياده عن اللازم. لاعب ليش- عمره ليش- 19 أنت- 20 سنه. ايش معنى ماخذ اكبر من حجمه وما هو حجمه، عشان بعدين نشوف هل هو وصل لحجمه الطبيعي اللي احنا نتخيله ولا لا؟ لأن هذه شوف، كلمات مره لا صعبه. لان انت اليوم تسمع لو جاب كاس العالم بيصير من اعظم اللاعبين تاريخيا. لامين يامال 7 مباريات، هدف واحد ولا صناعه، وفرص 6. كم مرة سمعت بس بندر؟ مبابي جاب. لا بس دقيقة، كم مرة سمعت ان لامين يامال اذا جاب كاس العالم بيكون من اعظم اللاعبين تاريخيا؟ كم مرة سمعت ان اليوم في مقارنات كبيرة جدا ما بين ميسي وما بين لامال؟ شوف، ما في احد يقدر يحكم لك انه هذا اللاعب بيكون لاعب عظيم في السنوات الجايه، لانه هذا شيء مستقبلي. لا بس انا اتكلم لك على الوضع الحالي. الوضع الحالي اللي هو رايح فيه، لا انا اتكلم لك الوضع العام الان اللي هو الاعلامي والجماهيري اللي هو رايح فيه. لا يعني الوضع الحالي بعدين هو وين رايح؟ طبيعي، يعني لو قلنا انه مشى بمسيره طبيعيه، ما جت اصابات، ما صار شيء، هذا لاعب خارق. انت تتكلم مستقبلا. ايه هذا التنبؤ. انت تتكلم مستقبلا، لكن انا اتكلم لك خلال السنتين ثلاث اللي راحت. طبيعي يا علي، ما راح يعني مبابي مثلا لما فاز بكاس العالم 2018 كان ينظر له على انه موهبه خارقه قادمه الى الساحه. بس وش سوى مبابي ما بعد ذلك؟ وصل النهائي الثاني وسجل هاتريك ولا فاز. طيب ممتاز، والنهائي الثالث؟ وهذا وصل نصف النهائي، يعني نصف الرجل النهائي جالس يقدم اداء ممتاز، جالس يقدم لك وهو في ثلاث هداف مسابقات. تاريخ الكاس العالم. وهو يعني الهداف التاريخي الكاس. طيب ولامين يامال وش سوى؟ ابني هذا كان يختبر ثانويه قبل سنه. طيب هذا يختبر وكاس ويوم لا بس معلش حققت 2018 نفس الشيء 18 إيه سنه. بس الفكره وين؟ الفكره انت كيف يكون سلوكك مع نموك هذا على مستوى موهبتك اليوم. السلوك والنمو عند لامين يامال ضعيف جدا. بعطيك حاجه، لا مره ما يكون ضعيف. شوف الى الان ضعيف، طريقه تعامله وطريقه بروزه وتعاطيه. اتفهم هذا الشيء منك، بس شوف، وانا انتقد على هذا الشيء انه هو مو ملتزم جدا 100% زي ميسي حاله استثنائيه. لا انا ما اتكلم نفس ميسي، على الاقل نفس جود بلينغهام، كيليان امبابي، اللاعبين اللي على جيله. بقول لك شيء، بقول لك حاجه بس. العاده النجوم هذول الجداد اللي زي لامين يامال اللي ينظر له على انه سوبر ستار، ترى وراه مليون ألف شركه، مليون ألف شخص، يعني كلهم خلينا نقول بيضغطون عليه انه ما يغير مسيرته او تنتهي مسيرته، مع ان قدوه نيمار مو شخص جيد على مستوى انه يكون قدوه، اللي لاعب كوره المفروض يكون قدوتك ميسي بحكم انه اسطوره برشلونه وانت برشلونه. خلينا نقول يعني بس خلينا نشوف دوين مع باريس ولا باركولا ولا اوليسي اليوم، شوف اللاعبين كيف قاعدين ينمون وكيف جالسين يظهرون مظهر جدا ممتاز. اليوم انا اتكلم على لامين يامال لان الكل جالس يصور، يخلينا نتصور. ودوي باركولا ترى هذول لامين يامال بيكون لاعب افضل منهم على مدى طيب 10 سنوات. خلينا نتكلم على والفرق احنا نتكلم معليش ماجد، نتكلم عن دقيقه 60 3 تغييرات المنتخب الارجنتيني. الان بيدري اعتقد انه 4 الارجنتين 3 صامل على اوتومندي وبارديس ومولينا 3 دخلوا لان قبل شوي كنت تقول لي على بس ما غير اثنين، غير واحد. غير الان طلع مين اللي بيدخل بيدري في المنتخب؟ رويز، فابيان رويز. فابيان اي لا والله رويز. فيران توريس دخل بدال مين؟ انا ما اشوف الشاشه حتى والله بعيد مره. وزبال طلع ها؟ ويرزبال فران توريس اي ودخل بيدري بدال رويز، ممكن زي كذا، ممكن اتوقع يعني. بس انه بدأوا احس ان المره الاولى اللي اشوف اسبانيا تغير في دقيقه 60 لاعبين. ترى ما شفتها انا في طوال البطوله تغير لاعبين في دقيقه 60 او حتى في دقائق. مبكر جدا، تغيير مبكر جدا، بس واضح ان في قلق على نتيجه المباراه. ترى العاده نهائي كاس العالم اللي اخر نهائي يقيم في هذا الملعب انتهى 0-0. لا والله زبال ورويس طلعوا دخل بيدري وتوريس. كل ما راحت المباراه الى ما هو ابعد كل ما صار في صالح منتخب الارجنتين. طيب خلينا نشوف مسيره في فران توريس، مسيره ترى جميله، واليوم الانديه اللي مثلها ولعب معاها يعني تتكلم مانشستر سيتي، ومن مانشستر سيتي الى برشلونه. انا اعتقد انه ولاعب محظوظ ترى، دائما اذا نزل يسجل. بس يكسب من فالنسيا السيتي لبرشلونه. بس قبل السؤال ماجد ما سمعت صوته، بسمع صوت ماجد. عبد الرحمن انا مع علي صراحه في موضوع كيليان امبابي، لكن بعيدا عن المستوى الفني المتميز
ترى شخصيه اللاعب لها دور. ترى احنا دائما نشوف امبابي ترى يعني الكاميرا عليه وتحسه يتحرك ويسوي يعني مع اللاعبين الاخرين يعني زي كذا زي ردات فعله يعني ردة فعل. نعم، هو هذه الشخصيه احسها انها يعني تعطي ممكن انطباع مع المستوى الفني صراحه، تعطي المشاهد انه والله امبابي ترى افضل من ديمبلي ترى يعني افضل لاعب في العالم. صحيح. بس لاعب هادي يلعب كورته، هو صح مستوى سيء، ولكن انا احب بقول الاضافه هذه انه الشخصيه تعطي باور كمان على فوق المستوى الفني. هذا بس بموضوع نفس المدرب يسوي حركات يعني في الدكه. اي زي والله زي صح وصادق. طيب اذا دامك جبتوا طاري المدربين، خلينا نشوف الراحل عن تدريب المنتخب الفرنسي في اخر مباراة له وتحقيق المركز الرابع. ديشامب ايش قال بعد الخسارة من انجلترا؟ طيب هذا حديث ديشامب. انتهت فترة ديشامب مع المنتخب الفرنسي، انتصر ب 122 مواجهة، تعادل 32 مواجهة، خسر 33، سجل 404 وتلقى 180. ماجد، تعتقد انه هل كان بالامكان افضل مما كان لديدييه ديشامب مع هذا الجيل الذهبي للمنتخب الفرنسي؟ هل من المفترض انه كان يحقق على الاقل كأسين عالم من الثلاثة اللي شارك فيها؟ صراحة يعني كل التوقعات يعني الجميع يتوقع انه الكاس العالم هذا صح للمنتخب الفرنسي من بداية البطولة. منتخب متكامل، عناصر، عنده فريقين. ترى المنتخب الفرنسي يمكن الوحيد المنتخب بين المنتخبات ترى عندهم في الدكة مستوياتهم مثل الاساسيين. لكن مباراة اسبانيا صراحة يعني مباراة غريبة، يعني حتى ممكن ديشامب تفاجأ يعني من والله يعني أنا يعني الجميع تفاجئ صراحة. مباراة اسبانيا هي اللي يعني قضت على المنتخب الفرنسي، ويعني المنتخب الاسباني يعني فرض سيطرته وحتى لعبه واستحواذ الكرة يعني خلينا نقول والله هذا كيف المنتخب الفرنسي تأهل إلى دولة 4 صراحة. فانا يعني قلت ديشامب خلاص انتهت فترته، وممكن زيدان يعني يقوم بالواجب اكثر واكثر. 16 14 سنه كثير يا ابو ساره، يعني جلس هو من 2012 وصل الى 2026. صح. شارك 3 كاس عالم 3 يورو. كم إيه؟ حقق؟ وحده. لا، وخسرت بطوله اليورو في ارضك. انا مشكلتي ترى انا وصلت نهائي كاس العالم، انا مشكلتي وخسرته. انا مشكلتي وين؟ مشكلتي لا، مو باك تجيب 2 كاس عالم من 3، جيب واحد كافي. جاب واحد. ايه جاب واحد، بس جيب لي 1 يورو. صح، ولازم 1 يورو. بس المفارقه الان اللي اتكلم عنها 66 دقيقه، مش معقول ترى، مش ما نستغرب والله. ولا تسديده على المرمى من المنتخب الارجنتيني يا رجل. طيب خلينا نروح تشواميني لاعب المنتخب الفرنسي، اشوف اللقاء حقه وارجع نعلق. Il y avait beaucoup de tension. On avait à cœur de gagner ce match pour plusieurs raisons, mais surtout pour le coach. Ça s'est pas passé comme on le voulait, surtout sur la première mi-temps. Après, je pense qu'on s'est tous remobilisés en tant qu'équipe et on a montré un meilleur visage en deuxième mi-temps. Malheureusement, c'était pas suffisant parce qu'on n'a pas gagné ce match. Donc voilà, on est déçus forcément. Non, c'est sûr qu'on avait honte en tant qu'équipe. On sait qu'on jouait pas à notre niveau, on montrait pas ce qu'il fallait et ça aurait pu devenir encore plus grave. Donc voilà, on s'est tous remobilisés. Le coach a fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour permettre à tout le monde de se reconcentrer sur la deuxième mi-temps. Et comme je l'ai dit, il y a eu de meilleures choses. طيب هذا حديث المنتخب الفرنسي بشكل عام، سواء المدرب ولا تشواميني بعد المباراة. وواضح لي انه يعني في خيبة امل كبيرة بصراحة بعد هذه المواجهة، لكن لعل زيدان ممكن يعوض شيء كثير خلال الفترة القادمة. في توقف لشرب الماء الآن، ولكن إصابة جديدة للمنتخب الأرجنتيني قبل شوي، إرهاق. لأن توقيت المباراة بالحر صراحة. إيه، شوف توقيت المباراة في عامل ثاني، اليوم المنتخب الأرجنتيني ناقص يوم من ناحية الراحة. صح. لعب شوف بعطيك معلومة صادمة، من 2014 و18 و22 وأيضا يورو 2012 ويورو 2016 ويورو 2020 ويورو 24، كل المنتخبات اللي فازت في النهائي هي المنتخبات اللي أخذت يوم راحة زيادة. الاستثناء الوحيد أو آخر بطولة كبيرة يورو وكأس عالم فاز فيها الفريق اللي ارتاح أقل كانت إسبانيا سنة 2010. متخيل عندك 7 بطولات
كلها فاز فيها الفريق الارتاح الاول، فهذه افضليه للمنتخب الاسباني. ضف الى ذلك ان المنتخب الارجنتيني يحتاج 30 دقيقه مع سويسرا و30 دقيقه اخرى اضافيه مع منتخب الراس الاخضر، فكانت هذه يعني مرهقه لحد ما. بس اخر مباراه لعبها المنتخب الارجنتيني هي اللي يعني اعطته الباور هذا اللي كانت مع الاردن، كان ضامن التاهل، فاعطته هذه الاريحيه عكس المنتخب الاسباني. طيب اعتقد يعني ميسي هادي الحين. لا بس لا يشوف السماء هو ولا نظره السماء. اي مشكله، هو يسبب لما مشاكل. في السماء شاف عرف الباب، عرف الدنيا سوى موجودة. الخريطه. بس اتكلم عن فكره انه يمكن اقل مستوى فني شاهدته المنتخب الارجنتيني في هذه المواجهه حتى الان. لو صدق انه كل المباريات زي كذا والله كل المباريات ادائهم في الشوط الاول هو انك تشعر ان الفريق هذا اللي يدخل الشوط الاول الشوط الثاني فريق ثاني. صح. والدليل الارقام اللي قاعدين تطلع يا ابو ساره، ترى هذه ارقام غير ما هي استثنائيه. وزد على ذلك، وهذا الشيء صراحه يميز اسبانيا، الصبر. ترى انك تكون صبور وانت تستحوذ على الكره. لا، وعندي واحد في الدكه وزيدان حاضر المباراه. زيدان حاضر اسمه مورينو، يسجل لك فوقات حسن. انا ابغى اخذ انطباعك عنه. هل ودك المفروض يكون عندك لو كنت انت رئيس نادي او مدرب لاعب في الدكه، خلينا نقول لاعب 9 بديل في الدكه، يعني يرضى يكون بديل ويدخل صنع حل؟ ترى هذا لاعب انا اشوفه طيب خلني ابى اقربها بشكل اكبر، مثل عندنا في السعوديه مثلا صالح الشهري. بالضبط مثل صالح، كل ما دخل سجل. بس هل في العاده، انا في ظني ما تلقى كثير انه الانديه ما عندها ذا المهاره، يعني عندها واحد دكه ما يؤدي الغرض بما يكفي ولا ما يرضى يكون دكه. هذا النوع زي خولي كروز، تذكر لاعب الانتر والارجنتيني، في لعيبه دائم كذا لما يدخل يكون هو الحل. والله 5 تبديل، هذا الخامس 5 تبديلات المنتخب الارجنتيني. خلص تبديلات اعتقد المنتخب الارجنتيني، لانه في 2 اصابه. 2 اصابه. ديبول طلع، لو انصاب واحد اضافي. ديبول طلع كمان. راح تصير زي ايطاليا في كاس اليورو 2016 لما اصيب، 2012 لما انصاب 2012 لما انصاب لاعب في النهائي ولعبوا نص ساعه اخيره ضد اسبانيا ب10 لاعبين. صح، ب10 لاعبين. صح. احس هذه النتيجه يا عبد الرحمن يعني هي المحببه للمنتخب الارجنتيني، يبي يوصل لابعد الى الدقيقه. شوف انا تدري متى راح تبدا المباراه؟ دقيقه 80 تبدا المباراه وبنستمتع فيها، عرفت؟ لا بس الحين مع وضع خلص التغييرات اللي عنده، التبديلات خلص الارجنتيني 5 خلص 5 خلصت، صعبه عليهم يعني يروحون ودهم تروح اضافي. شوف بدوا يتحركون. لا ما يتحركون، تصعب عليهم، ممكن يودونها اضافي عشان يصير عندهم تبديل سادس. الحذر من دخول مورينو. والله ممكن. طيب خلينا نروح للهاتريك ساكا اللي سجل هاتريك في مباراة الأمس، نشوف إيش قال عن هذه المواجهة أمام المنتخب الفرنسي. Yeah, I'd say as a collective, this is what we discussed. You know, we deserve to finish strong for the tournament that we have. We deserve to finish in the highest position that England has seen for 60 years. This group deserved nothing less, and that was the mentality, and you saw that in the first half. We played a perfect first half, and ultimately that won us the game. And on a personal level as well, I've worked so hard to try and get myself ready for this tournament and be available to produce moments like that. And yeah, for me, it's an incredible achievement. Like you said, there's only 3 other Englishmen that have done it. So yeah, it's a nice record to have now, and yeah, I'm proud of myself to achieve that. I don't think anything can lessen the pain that we felt from the other night. That one really hurt us, I'll be honest. But yeah, today was just about being professional and like I said, finishing strong, and this group's got that togetherness. We've got that mentality that's never been a problem for us, and we showed that today, so we can be proud of ourselves to achieve that highest finish that England has seen. طيب هذا حديث ساكا عن هذه المواجهة. صاحب المركز الثالث في مونديال كأس العالم 2026، ولا تعتقد أنه اليوم في كبرياء المنتخب الإنجليزي لو ما احتفل في هذه البرونزية، هذه الميدالية؟ لا، لابد أنه يحتفل، لأنه يعني صحيح. مو أجيال متعددة ما شاهدت يعني المنتخب الإنجليزي. نحسبها سوا. من عام كم؟ 1960 كبطل، 70 74 78 82 86 90 أول مرة يوصلون نصف النهائي من كانوا أبطال. صح. 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 نصف النهائي مرة ثانية، و2022 لا طلع من فرنسا ثمن النهائي، 2026 نصف النهائي. يعني تتكلم عن 4 مرات بس انت أو 3 مرات وصلت الدور نصف النهائي، أول مرة تجيب الثالث. صح. يعني ما في لاعب عنده ميداليه برونزيه في انجليزي في تاريخ كتب، انت الوحيد اللي اخذتها. ترى هذا يعطيك طابع شوي. مشكله في ظني انه مشكله المنتخب الانجليزي على مستوى او تحقيق البطولات هي كسرت عقده المنافسه. صح. الان صرت اقدر انافس مع ساوثجيت،
بس كيف اكسر عقده اني افوز باللقب او اوصل نهائي لكاس العالم. مين قصدك؟ مع ساوثجيت كسرت عقده الخوف في المباريات او في البطولات المجمعه. يعني ساوثجيت وصلهم لمكان ما قد شافوه من سنوات طويله. لما راح ساوثجيت جاء توخيل، الان انت تسوي الابجريد هذا انك تلامسنا اللقب. وترى توخيل غير راضي وعنده مشاكل في نص ملابس، خصوصا بعد يمكن دور المجموعات شوي. واضح ان هذه المشاكل موجوده، لان في لعيبه يبغون يلعبون بشكل اساسي لانهم يشوفون نفسهم نجوم ومعهم حق، بس اليوم انت تدور الكواليتي اللي يفيدك مش الكواليتي اللي مميزه او في المنظومه. انت في النهايه هدفك واحد، هدف لقب. طيب. اليوم مشكله الانجليز انهم لما يتقدمون بالنتيجه في الدور نصف النهائي في كاس العالم، في نهائي اليورو 2020 وفي نهائي اليورو 24 تقدموا كلها بالنتيجه، لا 2020 بس خسروها. حتى مع كرواتيا في الدور نصف النهائي 2018 جت عليهم المنتدى، هو يخاف فيدافع، فلما يدافع يرتكب اخطاء فيستقبل. طيب خلينا نشوف توخيل مدرب المنتخب الانجليزي ايش قال بعد تحقيق المركز الثالث. The press conference yesterday felt as if we went out in group stage without a win, to be very honest. And 24 hours later, we have the biggest success in 60 years. So to take the low not too low and the high not too high is what we try, even like for us and for the team. I think the low and the drama about what happened against Argentina was too low. But listen, that's part of it. The best thing you can do is react on the pitch and get the next win. Everything else is just talking. هذا حديث توخيل المدرب المنتخب الانجليزي. يعني اكيد اليوم كمدرب انا بذكر انجازاتي بالنسبه لي، قال 60 سنه ما حققت شيء واليوم انا وصلت للمركز الثالث، هذه ميداليه برونزيه ومن حقه انه يفتخر فيها بالنسبه له كمدرب. اكيد. بالنسبه فكره بندر في اللاعب البديل، وانا قاعد ابحث صراحه، قاعد جالس اشوف مين اللاعب البديل اللي دائما اذا دخل يسجل. فمن الارقام الصادمه سولشاير. صح طبعا كان كل ما دخل يسجل. تذكر هدفين على لكن طيب. من الارقام اللي لا زالت موجوده ومسجله في اسمه، دخل في واحده من مباريات 1999 نهائي الابطال، لا في الدوري الانجليزي مع مانشستر، دخل دقيقه 71 وسجل 4 أهداف. اوف تخيل دقيقه 71 ينزل سوبر هاتريك يسجل 4 أهداف. ومع ذلك ترى استمر، يعني لعب 150 مباراه تقريبا كلاعب بديل، سجل فيها تقريبا 30 هدف. فنعتقد انه من الاشياء الحلوه اليوم ان يكون عندك بديل هداف. جميل. المنتخب الاسباني تكلم دقيقه 76 استخدم 4 تبديلات. توريس دخل بدال ريزابال، وبيدري بدال رويز، ونتكلم عن ويليامز بدال بينا، ومورينيو بدال اولمو. هذه 4 تبديلات بالنسبه للمنتخب الاسباني. اتكلم عن المنتخب الارجنتيني استنفذ 5 تبديلات كلها 2 اصابه كانت بالنسبه له، تومندي ولا باريديس ولا مولينا، سيميوني وميدينا هم اللي دخلوا على تشكيله المنتخب. انا ابو ساره اشوف، قول لي. انا ابو ساره اشوف دحين المنتخب الانجليزي صراحه غريب، وصار اصبح ميسي بعد مارادونا. خلاص ميسي بيعتزل ميسي. ايه بس لا يديك سنتين يا ابو ساره، يديك صراحه زي ما قلنا انه والله ميسي ما يعتمد على القوه والاداء البدني الكبير. صدقني ميسي ممكن يعطيك كمان سنتين. ما اتوقع انه هذه اخر 90 دقيقه له بقميص المنتخب الارجنتيني. الاحظ اهداف كثير سجلها المنتخب الاسباني بهذه الطريقه، فالى الان موفق مارتينيز في انه يتصدى لها كلها، بس حذر. شوف منتخب اسبانيا اليوم من السناتر اللي عنده اسباني كوبارسي ولابورت. يمكن يعتبرون ترى من أسوأ المواسم لهم. لابورت بعد الظروف، بعد كثير المشاكل اللي حصلت له مع النصر ومع اتلتيكو بالباو ما يلعب باستمرار ويشارك في عده مباريات واخطاء كثيره. كوبارسي مع برشلونه، الجمهور برشلونه كله مو براضي عليه وجالس يلعب باكثر من مركز مختلف. صحيح. مع ذلك اليوم تشوف الثنائيه صراحه مختلفه، وانا اعتقد اليوم لما اجي اقول لك حارس منتخب اسبانيا يا عبد الرحمن وين يلعب، ترى مو بكثير يعرف وين انه موجود. عكس بقيه المنتخبات، يعني مارتينيز العالم كلهم يعرفون انه في الدوري الانجليزي موجود والى اخره. صح. لكن حارس منتخب اسبانيا يلعب في اتلتيكو بالباو كذلك اليوم. صح. لو تشوف الظهير اليمين
كوكوريا الحين الناس بدأوا يعرفون انه موجود في ريال مدريد وانتقاله لتشيلسي. صح. فغالبيه اللاعبين اليوم ترى لاعبين شبه انهم ما هم معروفين بزياده وين انهم يلعبون. صحيح. عكس منتخب الارجنتين ترى مهاجمينهم معروفين في الانتر واتلتيكو. ميسي هو ما عنده الا ذا العدد ده ترى، يحاول يحلب اكبر قدر ممكن. بس خلينا نشوط المباراة الأول عدد الدقائق الفعلية وصل ل 29 دقيقة. الشوط الأول. الشوط الأول. بالمقابل التوقف بين الشوطين كان 27 دقيقة. لعبوا علينا قالوا 17 حاطين اثنين يعني 29 دقيقة شوط المباراة الأول. هل تعتقد أنه عدد دقائق يعتبر جيد في شوط مباراة أول في كأس عالم في نهائي؟ عادة نعم جيد. العادة الرقم اللي يبغى يوصل له الفيفا أكثر من 60 في المباراة. هو ما يبغى يبغى 55 60 هذا نورمال. أكثر من 60 أنت مباراتك ذي عظيمة. ترى الاتحاد هذا الموسم أو عفوا الموسم الماضي في الدوري أكثر فريق كانت جل مبارياته الدقائق الوقت الفعلي فيها عالية جدا. هذا يرجع نمط الفريق يحب يكون خلينا نقول في الملعب. بس هي حاجة بسارة اليوم المدربين اللي في الدكة اللي في نهائي كأس عالم يلعبون أو يمثلون فريقين الأرجنتين وإسبانيا هم أبطال، واحد بطل اليورو وواحد بطل كوبا، غير معروفين قبل هذا قبل لا يدربون المنتخبين ذول. يعني ما كان حتى عندهم حضور على مستوى الأندية. أمس تكلمت على لافونتي فشل في كل محطاته مع الأندية، آخرها مع إشبيلية. حلو ممتاز. وكل اللي ضربها فئات السنية بعدين استلم من 2013 الفئات السنية في المنتخب الإسباني 17 19 21 بعدين راح للمنتخب الاول واختيار كان جريء من الاتحاد الاسباني صراحه. لا اجرى منه. انت لازم تعرف ان لافونتي ورشه العمل اللي اخذ فيها او الدوره التدريبيه البرو نيويفا برو اللي اخذها سكالوني كان يدربه لافونتي. اللي اخذ اوكي في الدوره التدريبيه. اوكي لانه لافونتي كان يدرب سكالوني في الدوره التدريبيه، هو اللي اعطاه شهاده البرو. فالاستاذ مع التلميذ. الاستاذ مع التلميذ. طيب شوف سكالوني ترى نفس الفكره. اذا نتكلم عن خلينا نقول جانب حظ، سكالوني جاء بديل لسامباولي دربهم في كاس العالم 2018، جاء بديل له. جت ازمه كورونا، طفر الاتحاد الارجنتيني ما عنده فلوس، ما يقدر يدفع ميزانيه ضخمه، فراح وقال سكالوني كمل درب الفريق في الكوبا، دربهم في الكوبا ما حقق نتائج جيده، قال يلا كمل كاس العالم، ميسي راضي عنك وانت البجت حقتك ما هي غاليه، السالري حقك خفيف علينا. حقق كاس العالم وحقق الكوبا في ماراكانا ضد البرازيل. صح. اللي خدم فيها انه بدون جمهور، حقق المنجز الاعظم كاس العالم. الدقيقه 80 تخيل في نهائي كاس العالم، اعتقد تاريخيه هذه ما مرت، ما ادري مرت ولا لا بس اتوقع انها ما مرت. دقيقه 80 الفريق المقابل لم يسدد اي تسديده اللي هو الارجنتين على مرمى الخصم. دقيقه 80 يعني ممكن التسديده الاولى اللي بتكون لهم هدف 1-0. صحيح. ترى ما ادري تاريخيا احس انها ما صارت من اول دقيقه 80 اليوم ما تسدد. ان شاء الله انها تكمل على كذا واسبانيا تكسب. اسبانيا لو وصلت عبد الرحمن الى ضربات ترجيل في اشواط اضافيه اول شيء وراح يفتح تبديل سادس للارجنتين. لا اتكلم عن الحراس. على الحراس والله الحارسين ممتازين صراحه. بس اكيد مارتينيز يمكن خبره. لا لان مارتينيز بغض النظر عن نحط في موقف كم مره، ردات فعله الشهيره خلته يتميز عند كثير من الناس في هالردات. يعني هو لما يجي اللاعب ويتحدى بالذات، يعني تتكلم على مع كولومبيا والاكوادور، يمكن كانت كثير تحديات مع لاعبينهم، فانا اعتقد ان ردات فعله والتيك توك والاشياء اللي تنتشر ترى اعطتها جو كثير. لا هو يحاول انه ياثر على المهاجم. لا اعتقد الحين ممنوع التاثير هذا بندر. هو ممنوع بس انك عاد اعرف الحدود الى اي مدى، فهمت؟ يعني عاد الحكم بيكون معك متغاضي الى حد ما، بس نحط في هذا الموقف كاس العالم الماضيه مرتين، ونحط في الكوبا انت قلتها كولومبيا والاكوادور، ما اعرف الكوبا اللي قبلها اذا نحط في موقف زي كذا ولا لا، بس الرجل فائز في هذه الضربات، فهو عنده خلينا نقول الشخصيه والكاركتر حقه. انا راح اصد، وهذا دائما ينعكس، الثقه هذه تنعكس ترى نتائجها ايجابيه في الملعب. ابراهيموفيتش يعني من اجمل الاشياء اللي في كاس العالم صراحه هذا وجود هنري مع ابراهيموفيتش في استوديو واحد بصراحه. يعني كانوا كيمياء وفكره كانت جباره الصدق. فكان يتحدث عن ليونيل ميسي، قال انه ليونيل ميسي مهما تتكلم عنه هو موهوب بالفطره. هو يقصد انه الرب يعني رزقه هذه المهاره وهذه الامكانيات، وهو قاعد يؤدي فيها. حتى في التدريبات يقول معانا ما كنا نشوف ميسي في التدريبات انه هو يعني رقم واحد في السرعات، رقم واحد في القوه، رقم واحد في التسديد، رقم واحد. لا، هو موهوب بالفطره،
هو ما شاء الله تبارك الرحمن، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان وجعل فيه هذه الامكانيات في كره القدم، تحس انه مغناطيس سبحان الله. سايمون حارس منتخب اسبانيا أي. يورو 2023 اللي حقق طبعا منتخب اسبانيا، ترى تصدى لركلتين جزاء ضد كرواتيا. انا ودي اروح بكمل على ميسي، لاني انا احب الكلام عن الرجل هذا، لانه خلاص هذه اخر 90 دقيقه. أي. فتشعر انه اتمنى اني القي شعرا او اقول شعرا عنه، لانه رجل حبابي في كره القدم يا ابو ساره. صحيح. يعني الاشياء اللي قاعد يسويها انت ما بتشوفهاش على قولة المصريين، انت حاجه ما تشوفها كثير في كره القدم وخلاها بسيطه. اليوم الاشياء الخرافيه اللي قاعد نشوفها منه احنا نعتقد انها سهله صح. ترى ما هي سهله. لا. ضف الى ذلك انه رجل تعامل مع مختلف الضغوطات، مع مختلف خلينا نقول الاجيال اللي مرت عليه. قائد ما كان قريب من المجتمع الارجنتيني، اصبح اقرب واحد او اقرب اللعيبه لهم. نجاح خالد في انه يكتب اسمه بحروف من ذهب ويستحق هذا التقدير. انا الاحظ حتى على مستوى العالمي في حظوه كبيره بالنسبه لميسي، تقدير كبير بالنسبه لميسي على مستوى الرجالات الكبرى. اليوم لما يفوز بالكره الذهبيه يوقفون كل اللي في الكره الذهبيه كلهم جميعا في صوره مهيبه، هي احترام لهذه الموهبه واحترام لهذه الشخصيه. انت مو بس موهوب، انت موهوب ومحترم. انت مو بس محترم، انت منضبط، انت اشبه بنموذج نتمنى نشوفه في الاكاديميات عندنا، في كل اللاعبين عندنا الشبان يحتذون فيك. اليوم واحده من الاشياء اللي ما اعطت مارادونا هذه المكانه العاليه بالتقدير العالمي، انه انت في النهايه عندك الجانب البشري، الاخطاء الكبيره اللي جالسين نشوفها، وما نبغاك تكون قدوه لابنائنا. ميسي لا، ميسي النقيض من هذا كله، واعتقد انه يستحق صراحه، وكرة القدم تستحق انها تكرم ميسي، انه يفوز باكبر قدر ممكن من البطولات، باكبر قدر ممكن من الكرة الذهبية، باكبر قدر ممكن من الاهداف، لانه هذا الشيء اللي خلانا نحب كرة القدم، اللي اعطى كرة القدم جماهيرية اكبر، هو علاج لنا كلنا صراحة، علاج لنا كلنا على مستوانا نشوف. بس اليوم بندر قول انا ودي اقول شعر صراحة. قل. لا خلاص اخذت حقك وزياده مع ميسي صراحه، كلنا معاك نتفق، بس انا اتكلم اليوم مستواه اعتقد مستوى سيء اليوم. لا زال يوفر طاقته، حيطلع لك في لحظه، شكله حيطلع لك في لحظه ما من العدم. ان شاء الله يكون ختامه مسك. في المباراتين السابقه، في المباراه السابقه كان نفس الكلام ينقال مباراه انجلترا، فجاه كذا ظهر وسجل. خلني اتكلم بكل صراحه واستكمالا للحديث اللي قلته. في 16 اكتوبر 2004 ضد اسبانيول أول مباراة رسمية كانت الميسي مع برشلونة. منذ ذلك الحين وحتى 2026، احنا نتكلم اليوم تاريخ 20/7، كرة القدم صنعت من أجل ميسي، صنعت للموهبة، صنعت بالفطرة، صنعت بالذكاء، صنعت باللا متوقع. بتتخيل تشوفها واقع قدامك، لأن ميسي لاعب بالفطرة، يعني لاعب موهوب بالفطرة، يعني مو بلاعب صنع، هو لاعب موهوب، هو لاعب عنده كل الإمكانيات اللي ممكن أي لاعب كرة قدم يتمناها. نظرته للملعب مختلفة عن كل لاعب آخر، يتوقع، يعرف متى يمرر، يعرف متى يسدد، يعرف متى يصنع. حقيقة يعني تتكلم عن أني أنا حملت كل كأس عالم أدخل أو كل بطولة خاصة في المنتخب الأرجنتيني، كل الشعب الأرجنتيني يكون يحمل ميسي الأخطاء جميعها اللي تحصل في المباريات، مع انه مره فتره من فترات دربني الاسطوره مارادونا، وما كان مارادونا له في التدريب شيء يعني. صح بالضبط. ولا وحملوا ميسي كل الاخطاء اللي تمت في المنتخب الارجنتيني. اليوم انك تتحمل كل هذا الضغط الى كاس العالم 2022 وتحقق البطوله بكل جداره واستحقاق، اعتقد انه طاح عليك حمل كبير جدا. اليوم بعمر 39 سنه، 39 ولا؟ صحيح. انا اتكلم عن 39 وبضع اشهر توصل مع منتخب بلادك إلى نهائي كأس العالم 2026 كأفضل هداف في المنتخب، يمكن أفضل صانع بعد ذلك، وأعلى صناعة، وأعلى صناعة، ثاني هداف البطولة. فيعني إيش تحتاج أكثر عشان أبين لك إني أنا موهوب بالفطرة؟ يعني إيش خليت للناس الصغار؟ ما عاد في ما عاد في الشيء اللي قاعد شوف ميسي، إيش ميزته يا أبو سارة؟ يبسط لك الأشياء المعقدة. شفت أفضل استلام، أفضل قرار، أفضل تمريرة، أفضل تسديدة، أفضل مهارة، هذه كلها عنده. صحيح. فانت تحس انك انت تفكر في الغلط وهو يفكر في الصح. صح. لما ينفذه والله انت سابقني بخطوه، انت كيف سبقتني؟ انت كيف شفته؟ تشعر انه كذا معاه درون فوق يشوف الملعب كامل، او تشعر في وصف مره جميل لميسي، تشعر انه سابقنا ب3 ثواني. انا دائما اقول ان ميسي يظلم الاجيال القادمه لانها ما راح تشوف. صح
صح. فاحنا محظوظين ان زمننا هذه الموهبه الفطريه الخالصه. واحدة من الأشياء السلبية اللي قاعد تعاني منها الأرجنتين في هذه المواجهة الإصابتين اللي حصلت للمنتخب الأرجنتيني، لأنه يمكن من المباريات القلائل اللي شاهدها سكالوني ما يعتمد على لوتارو في التبديل الأخير أو قبل الأخير في تنشيط الشق الهجومي، فلذلك يعني أعتقد هذه يعني هذه أزمة حقيقية الحين في المنتخب الأرجنتيني، لأن نتكلم عن دقيقة 89 ولا تسديدة للمنتخب الأرجنتيني على مرمى اسباني. علي قبل شوي قال لوتارو مارتينيز كان مؤثر على مستوى الدكه، صح يا علي؟ سجل على وصنع على مصر، سجل على انجلترا، سجل ايضا على سويسرا، كلها مباريات اقصائيه في الثلاث من دور 16 الى هذه المباراه. لو كان هناك فرصه ان نشوف مارتينيز في الاشواط الاضافيه بحكم انه راح يفتح تبديل سادس، ممكن من هناك تبدا رحله الارجنتين نحو اللقب. انا اعتقد ستقضي على المنتخب الارجنتيني اذا استمرت اشواط اضافيه، لان المجهود البدني اللي بذله خلال المباريات السابقه، ما اتكلم مجهود بدني بس على الارقام، اتكلم نفسيا. اليوم تضغط في اخر 10 دقائق من كل مباراه انك لازم تسجل، لازم تحقق، لازم تفوز، ولازم نروح، وكل مره نروح راح تعطيك. لكن خلينا نطلع الى فاصل قصير، وبعد الفاصل الارجنتين واسبانيا ختام المونديال يجمع افضل المنتخبين في تصنيف العالم. بخلاف ان الكرت اصفر ثاني، شوف رده فعل لاعبين المنتخب الارجنتيني مع الحكم، وده بيرجعون الفار. كرت واضح اصلا، واضح صراحه، واضح كرت صراحه واضح جدا. وانا اعتقد ان هذا الحين منتخب اسبانيا ممكن بيهدك اكثر، يخلي المباراه تروح للاضافي، يكون عنده فرصه اكبر، بيكون عنده تبديلين. شوف ميسي شلون معصب، شوف ميسي شلون معصب. يعني الحكم جالس يقول له ما في فار، لا قاعد يأشر على كوكريال على اساس انه يحط يده على فمه. كوكوريلا قاعد يشر عليه على يعني مو كل لاعب اذا بيسوي كذا قاعد يشر عليه، بس قاعد يشر عليه يعني يطلع. ميسي طبعا طرد فيها الميرون، والله اسمه صعب هذا كوكوريلا بعد. كوكوريا صعب، كوكوريلا كوكولا والله ما ادري. خلاص كوكو ما زعل كريم، ما قالوا له كوكو. لا ليش ما هو يقول هو قال خلاص، هو الدلع حقه يقول لقبونه هذا اللقب كوكوريا خلا كوكوريا يعني. خاف يزعل عليهم بنزيما بعدين. لا ما له دخل، بس انه خلنا في المباراه الحين. وترى على فكره الارجنتين من بدا الوقت بدل الضايع بعد دقيقه اشتغلت الارجنتين، بس الطرد حاسم. الحماس اخذهم ترى في ما تلاحظ انها تشبه يا ابو ورساره مباراه النهائي 2010 لما انطرد من هولندا ديونج، لا فاندر فارت يس، لما انطرد وبعدها سجلوا هدف الفوز. فجزء من الاستحواذ اللي قاعدين يسوون الصبر هذا انه انت تخطئ نفس الخطا هذا. يا الله يضبط. شوف الحين باراديس لو خذ له كرت ثاني، عليه كرت باراديس صح. تصدق شكله بيعطيه، بس انه ما راح يتخذ يعني قرار زي كذا بيأثر على جوده المباراه. اول كرت احمر طبعا الارجنتين. تصدق هذه فيها كرت، هذه فيها كرت. هو مش الا فيها كرت والله لا والله فيها كرت، وهذا كرت واضح وصريح. بس لازم يروح القانون يا جماعه، في حاجه اسمها في القانون صح، في تنفيذ القانون وفي اداره القانون وفي روح القانون بعد، وفي ميسي للقانون. هذه تمشي على كل ما دام ما تمشي ما يجري على ميسي يجري على جميع هذا انا اعتقد ان النظام الجديد لو في كرت اصفر ثاني يقدر يرجع الفار ولا بس العاده انه اذا هي شلون يا بندر واضحه. بس اقول الله اصفر والله ثاني، ترى المفروض الفار يستدعي اظن. اذا في امكانيه انه القرار هذا قابل 50-50 ترى عادي انه ما يعطي. بس هذا مو قرار قابل 50-50، هذا كرت واضح. لو كل فاول في كرت انا ما قلت كل فاول بكرت، انا قلت هذا واضح. انا رديت لانك شوف الجيل بس المباراه بويلو كاسياس غير متكافئ، يعني عادي يسوي فاولات ويعطل هجمات بس عشان ما ياخذ كرت، يكون مباراه غير متكافئه. لا بس شوف روح القانون، انت لازم تصير بعد من ترى يصلحك، لازم تصير اهدى صح. ترى احنا قاعدين عايشين معكم الاجواء في نهائي كاس العالم. نتكلم عن الزياده في الوقت الاضافي، كان 4 دقائق، انا وصلنا 7 دقائق و23 ثانيه. سجلها يا لامال، خلينا نصفق لك. ولامين يامال لا ما يهمني والله اي واحد سجل عادي يعني، بس لامين يامال يعني ومين مع لامين؟ انا ما شفت مين مع لامين. اتوقع الظهير الايمن. اي ممكن مع لامين يامال. قاعد ننتظر اكيد نتيجه المواجهه، واعتقد انه بنغلق البرنامج مباراه
ما انتهت قلت يعني. لك. لا خلاص انتهت. قلت لك شوفها. قلت لك ابو ساره بنطول المباراه دي، واضح انها صحيح رايحه بعيد. انا كنت اقول بندر لا اخر نص ساعه بنسولف عن المباراه راح تنتهي المباراه، لكن يبدو لي انها مطوله المباراه صراحه. والله ايه لا هذا تصرفي خارق. معلش. ايه هي كذا بنروح، هي بتمشي المباراه. انا اتوقع بنروح تمشي لازم المباراه. بروح القانون. بروح القانون. خليني بدأ منا، باقي لي ربع ساعه، خلينا نروح محلي شوي على ما تخلص المباراه. علي اتكلم شوي على النصر. النصر المفترض انه يروح لمعسكره في البرتغال، اللي شفته من الصور انه الجميع كان مستعد وراح المطار ركب الطياره. واللي سمعته كذلك انه طارت الطياره بعدين رجعت من البرتغال لاسباب ما ادري وش اسبابها، عطني الاسباب. شوف ترتيب النصر اليوم كان متواجد عشان يكون عنده رحله الى مطار لشبونه، فبالتالي يبدا معسكر الاعدادي مبكرا. النصر رحلته كانت الاساسيه تاريخ 25 وفق الجدول الزمني صح. المعتمد بالنسبه لنادي النصر، لكن اليوم بعد بدايه المعسكر في الرياض قرروا تقديم الرحله الى تاريخ اليوم تاريخ 19، فبالتالي وصل الفريق مثل الموعد الساعه 10 الصباح، وتم تاجيل الرحله اوليا لمده ساعه من الشركه المشغله للطيران الخاصه بنادي النصر، اللي هي اساسا تاخذ الموافقات للاقلاع والهبوط في مطار لشبونه، وبعد ذلك تاخرت ساعه ثانيه الى ساعه ثالثه وقتها طياره خاصه. طياره خاصه. شركه الطيران المشغله كان عندهم مانع كبير جدا من المغادره من الاقلاع والهبوط في مطار لشبونه، وهذا ياتي خلل من الشركه المشغله للطيران لان ما كان عندها استعدادات مبكره للرحله. هذا واحد. اثنين، ما كان عندهم اذن رسمي للهبوط في مطار لشبونه. طيب اقلعوا من الرياض؟ ما اقلعوا من الرياض. أيه فبالتالي اجتمع المدير الرياضي السماوي في اللاعبين وبلغهم على الجدول الحاصل، واللاعبين تفهموا ذلك، حصلوا راحه اليوم موعودين طبعا الى اذا حتى اللحظه ما في موعد ثابت، لكن الموعد الاول للمغادره هو بكره، لكن حتى اللحظه ما تم بشكل رسمي. طيب هذه مباريات النصر الوديه اللي راح تكون في المعسكر الاعدادي، بنفيكا البرتغالي. شوف بنفيكا تاريخ كم عبد الرحمن؟ اليوم داخلين يوم 20. ايه باقي يوم، ما اتوقع انها ممكن تلعب الصراحه يعني. والله اذا ما سافر الفريق الى الان، اذا ما سافر اليوم الاثنين اعتقد انها صعبه جدا صراحه صعب. ويمكن لو سافر يوم 21 لاعب 22 لا سمح الله بتصير في اصابات اكثر. اليوم انيغو مارتينيز ما كان من ضمن اللاعبين اللي راح يغادرون مع الفريق للمعسكر في البرتغال بسبب الاصابه. واليوم اللاعب يجلس في الرياض عشان يكمل الاشعه والاجراءات والعلاجات الطبيه في الرياض، فبالتالي في بعض اللاعبين ما قدروا يحصلون الى الان على تاشيره الى دخول البرتغال، فبالتالي اليوم يمكن التاخير يكون لصالح النصر اكثر. طيب خلني استاذنكم بفاصل قصير، وبعد الفاصل العويس يرتدي قميص الهلال مجددا بعقد لمده عامين ويلتحق بمعسكر الزعيم بالنمسا. اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده، فمواصلين اكيد الحديث معاكم. بندر، قبل لا اروح للاتحاد، محمد العويس لمده 2 في معسكر الفريق الهلالي. ذكرنا سابقا في البرنامج انه صحيح انه عنده اكثر من عرض، لكن مبدئيا اتفق مع الهلال ووصل للمعسكر خلاص وانتهى وقع عقده مع الهلال. يعني الغريب هذا كله يا ابو ساره انه محمد العويس كان احد اسماء الموجوده في نادي الهلال، اللي الهلال تخلى عنها بمحض ارادته ثم بعد ذلك جلبه، فاعتقد انه هذا باب من ابواب الاخطاء الكثيره اللي سقطت فيها اداره الهلال على مستوى تفريغ او رحيل اللعيبه المحليين من النادي. اعتقد اللاعب على مستوى انه ياخذ عقد في الهلال بهذه القيمه لمده 2، خلينا نتكلم عن احتماليه تكون اساسي لو رحل بونو، هذه فكره مطروحه وموجوده. زائد انه عندك كاس اسيا وعندك كاس الخليج، هذه البطولتين راح تشارك فيها في الرياض، او واحده في جده واحده في الرياض، من اهم البطولات اللي راح يشارك فيها المنتخب السعودي في السنوات الجايه. الفوز بكاس الخليج راح يكون دافع كبير للفوز بكاس اسيا. محمد العويس موجود اساسي معك في الخليج ان شاء الله واسيا. ضروري انه يحظى ببعض الدقائق او بعض المباريات مع نادي الهلال في حال تواجد بونو، لانه عدم لعبه مو شيء جيد بالنسبه للاعب. صح انه شارك في كاس العالم 22 وهو حارس احتياطي
مع الهلال، ومع ذلك قدر خلينا نقول أبدع. انه يقدم اداء تاريخي صح، ضد حتى في هذه النسخة أداء تاريخي اعظم كان افضل. بالنسبة له. تدري انه في حاجه اسمها فيفا باور رانك، هذه التصنيف الفيفا للاعبين. في قائمه حراس المرمى محمد العويس ضمن افضل 10 حراس في كاس العالم، يعني هو ترتيب الثامن او التاسع. فانت تتكلم عن حارس طلع من مجموعات صح، وموجود في هذه القائمه في التصدي، فواضح ان الرجل يعني هو من بين الافضل في العالم، من بين الأفضل في العالم. والهجمة هذه كانت من بين الأفضل في الهجمات من العالم. الاخطر في العالم. الأخطر في العالم. الحين احنا دخلنا على الشوط الإضافي الأول، كانت في اسيست، كان هدف هذا المفترض يكون. ويليامز ما تعامل معه بشكل سليم من بدري، أعتقد الاسيست ما تعامل معه بشكل سليم صقعها ويليامز. بالراس. ومارتينيز تألق فيها حارس المنتخب الأرجنتيني يا أخي إلى هذا- الآن. هذا حارس يجيب لك بطوله. يبقي منتخب بلاده في نهائي كأس العالم بدون تسجيل ولا هدف في مرمى، مع أن المنتخب الأرجنتيني سدد تسديدة واحدة حتى الدقيقة 94. أبى أروح لك ماجد عن الاتحاد قبل لا أقفل قبل لا تخلص الدقائق عندي في البرنامج. أتكلم عن الاستحواذ. أسمع أخبار أنه كأن الاتحاد مطروح طبعا أكيد، بس كأنه في أنباء أنه لا، في الآن تحركات أكثر على الاستحواذ. عبد الرحمن، هذه معلومه لدورنا غير معلومه شبه مؤكده. صحيح الاتحاد هناك في شركه محليه سوف تقوم بتحالف مع شركه اجنبيه للاستحواذ على نادي الاتحاد، ولكن ممكن تحتاج مزيدا من الوقت، يعني ما حتكون في الصيف، هذا ممكن 3 شهور او 4 شهور. لكن المعلومه انه هي شركه محليه، وهذه المعلومه هي الاقرب الى الان، انه شركه محليه تتحالف مع شركه اجنبيه للاستحواذ على نادي الاتحاد. أنا سمعت أن تقييم نادي الاتحاد وصل إلى أكثر من 700 مليون ريال، صحيح؟ والله عبد الرحمن ما عندي معلومه، لكن يبدو انه الارقام هذه عند بندر يعرف الارقام. لا، ما قلت القيمة السوقية للاعبين، نعم. أتكلم تقييم الشركة الشركه نفسها. بأصولها، بالعلامة التجارية، بالاستثمارات، بالأشياء الموجودة فيها. الهلال كم يا ابو؟ الهلال كم صار؟ مليار ولا 900 الهلال؟ مليار و100. مليار و100 تقريبا أتوقع. وكان في تقييم كتقييم للشركة. فكنت تتكلم عن الاتحاد. ايرادات الهلال كانت هم لما قيموها على الايرادات الثابته، الاصول إيه، اللي الأصول. متاكد انها تجيك صح. كل سنه، مش على الدعم او غيرها. وبعدين بالنسبة عبد الرحمن الهلال تم شراء الاسهم من المالك الجديد، اعتقد اضافه للاصول العقاريه الموجوده. صحيح. ترى على فكره، لانك بالامكان انك ممكن تشتري العلامه التجاريه والاصول غير العقاريه، وممكن تنقل تدريبات الفريق الى مكان آخر او خلال تستاجرها الفترة من الوزاره او تستاجرها من الوزاره الى مده معينه خلال الفتره القادمه. اخيرا وليس اخرا، انا بقى لي دقيقه. علي، تتوقع ايش تبي تنتهي المباراه؟ ان شاء الله اسبانيا. السيناريو 1-0 اسبانيا 1-0 في الاشواط الاضافيه. في الاشواط الاضافيه. نفس 2010 يعني. تزعلنا يا علي، تزعلك 1-0 اسبانيا. لا صحيح، سجل. لا ما احسبها لازم ما يحسب ما أحسب. عشان نادي كرة القدم. لا، المفروض يحسب على الاقل عشان يكون راكب مع الكلام. اقول واحد يسجل. تخيل. لا اصبر فيها فار. طيب، انا اعتقد ان مارتينيز قاعد يسوي بعض الافلام. ان شاء الله نشوف ميسي يتوج بالبطوله، بعد ذلك بيكون شخص محايد. ممتاز. ماجد؟ توقع اذا وصلت ضربات جزاء ضربات ترجيح للارجنتين، طيب لكن اقول ممكن يسويها اسبانيا. معك انا، اذا وصلت ركلات جزاء انا اقول للارجنتين راح تروح. اذا في الاشواط الاضافيه في اللعب الفعلي راح يفوز المنتخب الاسباني. لن يسجل المنتخب الارجنتيني، اعتقد لن يسدد اي والله لن يسدد، مو لن يسجل في هذه المواجهه. على العموم انتهى الوقت عندي. شكرا علي النزي، شكرا كذلك ماجد هود، شكرا بندر المشرافي. ما عليه ما عليه شكر موصول للمشاهدين والمستمعين الكرام. نفس الموعد بكره، اخر حلقه من دورينا غير الاثنين باذن الله تعالى. في امان الله.